يا مساء الجمال، عاملين ايه؟ حبيت ابدا معاكم الفيديو بتاع النهارده بقى كده بشويه تنظيفات بسيطه. انا نظفت الشقه كلها معاكم وعملت لكم كذا فيديو، بس عايزين يتمنتجوا ان شاء الله هنزلها لكم الفتره الجايه. فالنهارده ما كانش عندي حاجه غير بس الطرقه هنا كانت مليانه تراب وكده. فجبت المكنسه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا ايه اعمل المشايه كده والسيراميك بتاع الطرقه. بس وهعمل معاكم النهارده العشاء. الغدا بتاعنا هو عشان النهارده، لان انا صاحيه متاخر برضو، فاليوم عندي يعتبر ضاع، فما لحقتش ان انا اعمل اي حاجه. فهعمل معاكم عشاء كده بسيط وخفيف برضو. وكمان عملت معاكم فقرة المواعين اللي انتوا بتحبوها، بس حبيت ان انا احطها لكم في اخر الفيديو. وشوية مشتريات كده طلبتها من السوبر ماركت، مشتريات كده صغنطوطة. بس انا كنت بوريكم الديسبنسر، انا حاطاه هنا في الريسبشن جنب النيش. بس انا يعني مش حابة الشكل بتاعه هنا، فحبيت ان انا انقله هنا كده في الطرقة قصاد المطبخ. الاول ما كنتش حابة الموضوع، قلت هيضيق معايا الطرقة وكده، بس لا، ما لقيت ان الموضوع عادي، ما ضيقش المكان ولا حاجة. بس حطيته بقى هنا كده زي ما انتم شايفين. وجبت المكنسة بتاعتي بقى هنا كده، وبدأت ان انا اعمل كده من تحت الديسبنسر. بس انا كنت بولع النور لان الدنيا كانت ضلمة، زي ما قلت لكم ان انا بصور الفيديو ده بالليل اخر النهار، فما كانش فيه اضاءة خالص. بس هتستغربوا يعني ان انا لسه مشغله ديسبنسر وكده. عايزه اقول لكم ان انا الميه الساقعه بحبها صيف شتاء. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم ما اعرفش، يعني الجو ساعه تلج بمعنى اصح. بس انا ما بعرفش اقعد من غير ميه ساقعه بصراحه، صيف وشتاء. بس خلصت بقى هنا كده الطرقه، وشلت خلاص الديسبنسر، وعملت تحتيه بقى كده، نضفت تحتيه ومسحت كمان تحتيه. وهنا بقى كده غيرت الفرش بتاع السرير وكده، حطيت الملاية القمر دي. بس وقلت بقى هشغل كمان الغسالة. كنت حاطه بقى الملاية التانية اللي انا لسه شايلاها من على السرير في الارض، قلت هشغل عليها الغسالة وكده. وقلت هبدأ بقى معاكم اعمل الغدا، وبعد كده اوريكم شوية المشتريات، وبعد كده اعمل لكم بقى فقرة الماين دي في الاخر. بس دخلت بقى هنا كده على المطبخ، كنت محتاجة برضو ان انا يعني اعمل اكلة سريعة برضو، ما تاخدش مني اي وقت، تمام. فقلت هعمل ايه بقى، كبدة اسكندراني، الكبدة اللي انا كنت شاريها معاكم من كام يوم. وقلت اعمل معاها شوية مكرونة كده، فهعملها بطريقة حلوة وهتعجبكم باذن الله. عايزه اقول لكم برضو ان المكرونه طعمها تحفه. انا المكرونه عندي بعملها يعني باكتر من وصفه، مش بعملها على طول يعني ببهارات معينه او طريقه معينه، لا بحب ان انا اغير فيها وكده. بس انا كنت فارمه بقى بصلايه كده في الكبه، وقطعت عليها قرن فلفل كده حراق. وبعد كده جبت الطاسه، نزلت فيها بشويه زيت ذره، ونزلت بقى عليهم بقى كده بالبصلايه وبقرن الفلفل كده عشان يتشوحوا شويه. وهنا الكبده كنت بوريها لكم بقى، كنت غسلاها بقى كده وسايباها في البوله دي، وبعد كده نزلت بيها كده على البصل. ببدا ان انا بس كده يعني ايه اسويها بس كده في الطاسه، ما بقلبهاش في الاول خالص لغايه ما تاخد لون، علشان الكبده بتاعتي ما تتهريش وتتقطع مني. وسبتها بقى كده تاخد لون. وجبت بقى الحله الصغنطونه دي عشان اعمل فيها شويه المكرونه، هعمل شويه مكرونه صغنطه خالص على قدنا. وبرده فرمت بصلايه كده في الكبه. بحب ان انا اعمل المكرونه بتاعتي بسمنه بلدي او زبده. ما بحط الزيت يعني احيانا واحيانا، بس معظم الوقت انا بحب ان انا اعملها بسمنه بلدي. بيبقى طعمها حلو كده، وطعمها بيبقى ظاهر في المكرونه. بس انا الكبده بتاعتي كانت خدت خلاص لون، بدات ان انا كده اقلبها كده، اديها تشويحه صغنطوطه. وهنا شوحت البصلايه مع قرن فلفل كده، بفتحه بالنص كده بالسكينه، علشان يعني يعمل ايه بقى، بيدي طعم حلو، بيدي تيست حلو كده للمكرونه. وبيديها إيه يعني طعم الشطه، بس مش عارفه ما بحطش، يعني ما بحطش شطه، بحط قرن فلفل. وبفتحه كده بالسكينه عشان يديها لسعه الشطه. بس وبعد كده بقى نزلت هنا بصلصه طماطم. المكرونه انا معظم الوقت بعملها بصلصه طماطم بصراحه. بس وهنا الكبده خلاص كنت بوريها لكم ان هي خلاص كده استوت وكده، وفي الاخر بحط عليها معلقه سمنه بلدي. يعني انا الاول بشوحها بزيت مع البصل، وبعد كده في الاخر قبل ما اقفل عليها بحط لها شويه سمنه بلدي او زبده ايا كان اللي موجود. والبهارات بتاعتي بحط ملح وفلفل اسود وسبع بهارات. وبحط شويه بهارات من اللي هي بهارات الكبده، شويه صغنطاطين. بس هنا بقى صلصه الطماطم بعد ما حطيتها، نزلت بقى كده عليها بالبهارات، حطيت فلفل اسود، وحطيت سبع بهارات، وحطيت بابريكا مدخنة، وحطيت الملح. بس وأول ما ابتدت كده ان هي تغلي شوية، بدأت ان انا انزل بالمكرونة بتاعتي، وبخلي المكرونة تستوي منها فيها، يعني المكرونة تستوي في الصلصة. بس يعني المفروض المكرونة دي بالطريقة دي المفروض ان هي تتاكل اول ما تنزل من على النار على طول. لان انا لو سبتها شوية بحس ان هي بقى كده بتعجن وبتمسك في بعضها، ما بتبقاش حلو بصراحة. فانا ايه يعني انا عملتها في الوقت ده اللي احنا كنا هنتعشى فيه.
بس وهنا بقى كان ده كان شكلها كده. بصوا بتبقبق، عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه تحفه تحفه. بسيبها بقى كده. انا بحب ان هي تبقى غرقانه كده بالصوص بتاع الطماطم بقى كده، عايزه اقول لكم ان هي تبقى طعمها سكر 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 سكر. بس حبيت بقى ان انا هنا كده اغرف الاكله واوريكم شكل المكرونه كده وهي نازله من الحله. ما شاء الله ما شاء الله كانت جميله، وما خدتش مني اي وقت. وبص يعني اكله منجزه بصراحه. بس حطيت بقى هنا كده المكرونه وقلت هنتغدى. وقلت بالمره المواعين ليه حطيتها لكم برضو في الاخر، عشان قلت برضو ايه المواعين بتاعه الغدا برضو اغسلها ايه بالمره. كان عندي شويه اطباق وشويه كوبايات ومجات وكده، فقلت ان انا اغسلهم ايه في الاخر، وكم كام طاسه والكلام ده كله، فقلت ايه اغسلها معاكم. بس انا كنت بدوي المكرونه، عايزه اقول لكم طعمها خطير خطير خطير. بس وخلصنا بقى الغدا الحمد لله. وبدأت ان انا اوريكم بقى المشتريات اللي انا طلبتها من السوبر ماركت. كنت جايبه هنا كرتونتين بيض، ده بيض بلدي، وجايبه بيض احمر. البيض البلدي ده احنا بنفطر بيه نتعشى بيه الكلام ده كله. البيض الاحمر بجيبه مثلا لو عامل صينيه كيك او مكرونه بشاميل او الجلاش وكده، فبستخدم البيض الاحمر في كده. بس وجبت بطاطا، وجبت خيار مخلل، وجبت السندوتشات بتاعت دومتي دي اللي هي بالجبنة. بحب ان انا افطر بيها الصبح يعني اساسي. وجبت كمان شيبسي تايجر، وجبت مايونيز، وجبت عيش تورتيلا، وجبت ايه تاني وجبت مولتو. وبس كده. دي كانت المشتريات. وجبت بقى امبارح كنت محتاجة ان انا اجيب سمنة بلدي. يعني برطمان السمنة اللي عندي كان خلاص قرب يخلص تمام. فنزلت عشان اجيب سمنه وكده. ما كنت عايزه شيراتون او فيرن. لقيت شيراتون بس ما لقيتش اللي هي العلبه الكبيره اللي على بعضها. لقيت اللي هي العلب الصغنططه اللي هي 400 جرام. فقلت عادي ما فيش مشكله، جبت 5 علب يعني 2 كيلو. بس عايزه اقول لكم ان انا ما بستغنيش عن سمنه شيراتون او فيرن. ولو مش موجودين عندي بجيب عادي سمنه بلدي. ده او ده، بس هو اساسي اساسي حتى لو عندي سمنه بلدي بحب ان انا اجيب الشيراتون او فيرن. فما لقيتش تحت في السوبر ماركت غير شيراتون والعلب الصغنططة، قلت عادي كده كده ايه انا بفضيها كلها في البطرمان او في علبة. فعادي يعني مش هتفرق معايا في حاجة. بس وكنت جايبة كمان سحلب شتا. عايزة اقول لكم في الشتا انا يعني بعشق حاجة اسمها سحلب. الصبح وبالليل بشرب كل يوم لازم سحلب مع الفشار. بس كنت جايبة بقى سحلب، وكنت كمان جايبة البن الاسبريسو ده اللي هو بالكريمة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك وكومنت حلو.